على المنطقة ككل، إضافة إلى أن يعني وجود الصين كلاعب أساسي وراعي لهذا الاتفاق هو جانب أيضا لابد أن نأخذه في الاعتبار كقوة صاعدة استطاعت أن تفرض نفسها وتعطينا انطباعا ومؤشرا بأنها استطاعت أن تحقق إنجازا إذا استمر هذا الإنجاز. والمراهنة هي على أن تكون إيران صادقة في أن يعني أن تنشد حسن جوار وأن تنشد علاقات وأن تبتعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. المملكة العربية السعودية دولة مسالمة تراعي المواثيق والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة في تحقيق السلم، وتؤمن بأن الحوار والسبل الدبلوماسية هي الحل الأمثل لتحقيق السلام. ولا شك بأن منطقتنا عانت الكثير من الصراعات والمشاكل بسبب الحروب والأزمات المتتالية، وآن لهذه المنطقة أن تهدأ قليلا يعني وتأخذ نفسا لفترة. بغض أنا قبل قليل سمعت يعني ضيفك يتحدث عن إسرائيل. طبعا بغض النظر عن إسرائيل الآن هناك رأي موحد بالنسبة للمملكة العربية السعودية حول القضية الفلسطينية، وأن تحل بالحلول وفق المبادرة العربية يعني وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي فإن المملكة الآن تنشد مصلحتها وتنطلق من مصالحها الوطنية، وهذا أهم الآن شيء مهم. إضافة إلى أن الولايات المتحدة أيضا عندها يعني وتصريح اليوم يعني بأنها عندها علم بما تم ولديها تقارير بكل ما حصل، وهي من مصلحتها استقرار المنطقة وأن يكون هناك يعني علاقات بناءة بين السعودية وإيران لكي لا ينعكس ذلك على أمن الطاقة وعلى مصالحها داخل المنطقة أيضا. طيب دكتور نبيل خوري، يعني حضرتك أشرت لنفس ما قاله الضيف. الولايات المتحدة كانت مطلعة وكما أعلن رسميا على تفاصيل هذه المشاورات، وإدارات سابقة على رأسها إدارات أوباما حاولت التوصل لهذه التهدئة بين السعودية وإيران. لكن أن يتم هذا التوافق الهام برعاية صينية، هل يشكل هذا مجرد إحراج لدبلوماسية الولايات المتحدة كما ذكرت حضرتك، أم ضربة للتأثير الأمريكي، ضربة مباشرة للتأثير الأمريكي في منطقة نفوذ تقليدية لواشنطن في هذه المرحلة؟ أنا لا أعتقد أنه ضربة. يعني هنالك يجب أن نتذكر بأن هذه الإدارة فيها تجاذبات، فيها مد وجزر، وخاصة بالنسبة للعلاقة مع إيران. فهي بدأت بولاية بايدن بمحاولة العودة إلى الاتفاق النووي ومعاودة الحديث المباشر مع الدبلوماسيين الإيرانيين، ولكن تطورت الأمور بشكل غير ما توقعته الإدارة، فتوقف الحوار. أظن وهو خاصة هنالك الجناح الليبرالي التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي يؤمن بأن أمريكا يجب أن تعود إلى علاقات